هنا بسم الله الرحمن الرحيم. هنا نعمل توست الحبة الكاملة. هنا أنا عندي شوال، جبت ذرة وده طحنته، يعني بقى دي الحبة الكاملة القمح، مش ذرة القمح. ودي ردة معنا زبدة ومعنا القوالب اللي هنحط فيها. عملت المكان اللي كان الدكتور العوضي قال الله يرحمه، 4 كوبايات دي الحبة الكاملة و2 ردة، 4 ل2 بمعيار الكوباية دي. فهنا جبت ربع كوباية مية دافية، وهحط عليها معلقة أو معلقتين عسل عشان نعمل خميرة فيها. معلقة، معلقة ونص، مهم. وهنجيب الخميرة، نجيب كيس كامل كده نحطه. ده عسل اسود اهون. وهنا ده ماكريل، سمك الماكريل عشان الغدا بعد لما يحب يتغدى. طبعا ده موصي بالدكتور. وادي جبنة نوستون، وادي كده الجبن المطبوخة اهي، يعني دي كريمي رومي مطبوخة. وفي هنا كريمي قشطة، وفي كريمي شيدر. هذه الانواع كلها بنجيبها عشان ايه؟ نحطها على التوست، يعني احنا بناكل. احسن من الجبن المطبوخه طبعا، احسن من الجبن ايه العاديه دي. وهنسيبها بقى ايه دي تبرد بقى، قصدي تتخمر يعني. وبعد ما تخمر هنيجي نرجع هنا نحط كوبايتين او كوبايتين وربع، لاننا دي 4 كوبايات مع 2 ردة. هنحط كوبايتين او كوبايتين ونص هنشوف. وفي معلقة زبدة، نحط معلقة الزبدة دي ماشي. ونقلب كله ايه مع بعضه. طبعا دي اول تجربة لينا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط 4 كوبايات. احنا حطينا كوبايتين مية، هنشوف لسه ايه تأثيرهم. طبعا الردة دي اكيد بتحتاج مية كتير. انا زودت رد عشان يبقى صحي جامد يعني. طبعا كوبايتين ميه ما كفوش خالص، لان الكميه ما شاء الله كبيره. نحط كمان كوبايه. هنزود برضه ميه تاني كده. بسم الله. ايوه كده الميه ظبطت يعني. نخش المرحله التانيه بقى. هعجن بايدي بقى، تكون بس خميره خمرت اهي ان شاء الله. اشوف اهي خميره كوبايه فارت زي خمرت ما شاء الله. ما فيش يعني 3 دقايق. شوف ما شاء الله، حتى ريحتها ايه. الله، مش عارف، خميره جميله. يا سلام. اضطر بقى ان انا ايه اعمل بقى بايدي. ماشي. شوف كده ادي نرجع لكم. طبعا زودت العسل بقى عشان التحلية يعني، وحطيت سنة ملح اهي. وهعجن تاني يعني. طيب حطينا برضك نص كوباية زيت زيتون. انا اقلبها وبعدين نغطيها واحطها في الفرن. نحطينها الفرن ولعناه
شويه كده اهوت في الفرن ونحطها فيه وهي دافيه عشان تخمر بقى العجينه. احنا ندهن بقى ندهن القالب، هنحط فيه الحبه الكامله بحيث نعمل توست. ندهنه بزيت الزيتون. طبعا دي اول تجربه ليا، يعني انا شفت كام فيديو كده. هي بصراحه الموضوع بسيط. هتحط الدقيق سواء بقى بمعيار او سواء انت بتقديرك، تحط الميه وتكون عامل خميره، سواء تحطها عليها برضك وتعجن ولا تجهزها بره تخمر زي ما عملت، بربع كوبايه ميه دافيه مع معلقه عسل او معلقتين عسل. ما شاء الله فرت ثواني وتحطيت على العجينه وكله عجن واقلب واقلب واقلب، هتطلع ان شاء الله زي الفل. يعني في الموضوع بسيط وسيمبل قوي يعني ان شاء الله. المهم تبقى تعمل حاجه في بيتك بايدك قدام عينك. تجيب دقيق، طبعا الدقيق الحبه الكامله ده لقيت واحد عندنا هنا في اسماعيليه عطار اسمه ابو جاد، جايب مكنه وحطيتها قدام المحل كده مطحنه، وتيجي الشوال عنده مليان القمح يطلع لك ويطحن قدامك. فجبت من عنده دقيق ده مطحون قدامي يعني. جبت شرافي 10 كيلو، وجبت 2 كيلو رده و2 كيلو دقيق شعير، ان شاء الله كله تمام. هنحطه في القارب، بندفي البوتاجاز شويه، نحطه في البوتاجاز بعد كده شويه يخمر. ما شاء الله ما خمرت وعليت اهي جوه القارب، هنحطها بقى في البوتاجاز لما نشوف الدنيا، يا رب تطلع كويسه. ما شاء الله هي طلعت كده اهي. سيبناها برضك بعد ما عجناها وحطيناها في القالب، سيبناها تخمر، حطيتها في الفرن، سخنت الفرن، حطيتها فيه حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع، خمرت تمام ودخلتها الفرن. ما شاء الله طلع ما شاء الله. حتى بص الوش ده الوش بتاعها وريحتها ايه بقى. اصل انا حطيت عسل اسود ويمكن زودت لان عاوزها تطلع سمره كده، ريحتها جميله ان شاء الله. يعني داخل من بره الشقه وكنت بره ودخلت لقيت الريحه ما شاء الله يعني. على فكره هي كانت هتبوظ مني، زودت ميه يعني، بس قعدت حطيت حبه دقيق تاني وقال لي وقلب والدنيا زود زي الفل ان شاء الله. هي تجيبها شمال يمين ان شاء الله ما تبص يعني. ما شاء الله خلص طبعا. امبارح سيبته بقى يبرد خالص، وجيت النهارده الصبح اهو قطعته شرائح ما شاء الله ما شاء الله. دقته كمان طعمه عجبني قوي، كنت مزود العسل الاسود ده فمطلعه اسمر وطعمه حلو يعني ان شاء الله يعني.